السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم البساطة والنجاح. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. آه غادي الفيديو ديال اليوم نتقاسم معكم حديقة سندباد جاية بالدار البيضاء، بلد المغرب اللي ماشي في المغرب. جا المغرب وبغى يدي وليداتو لشي حديقة، ولا هاد الحديقة راه زوينة، فيها الألعاب، فيها حيوانات. كما شفتوا هذا هو المدخل ديال الحديقة سندباد. كاين فين تخليو السيارات ديالكم، موقف السيارات تما، وكتدخلوا هنايا بلاصه فين غادي تخلصوا لي تيكي ديالكم. بالنسبه للناس اللي غير تدخل ما غتلعب ما حتى شي حاجه كتخلص 25 درهم. وبالنسبه للالعاب كيحدوهم لك سواء في الازرق ولا الاحمر ولا الاصفر. نتوما غادي تشوفوا شنو غادي تخلصوا، راه كاينه في ديك الصوره اللي صورتها لكم تما. وهذا هو المدخل في الاول، كيكون هكا المنظر جميل. ونقيه وزوينه صراحه، اللي بغى يمشي يقضي فيها اليوم ديالو رائعه. كما كتشوفوا كيعطيوك واحد الخريطه ديال الحديقه كامله. انا صورت لكم هنايا معظم الالعاب، والالعاب ماشي كلها بلي براسلي، يعني كاين الازرق كاين الاحمر كاين الاصفر. كيكونوا محدين لك الالعاب اللي تلعبي فيهم، وشحال من مره تقدري تلعبي فيهم. كما شفتوا هذيك راها صغيره ديال الدراري الصغار. كاينه هذه زوينه، كتبدا في الاول هكا ولكن من بعد كتسرع، كتكون شويه يعني هما اصلا كيكونوا محدين لكم الطول، يعني اللي غادي يطلعوا في دوك الالعاب كاين ديال متر 20 متر ونص، وانت كتمشي وانت يحدوا لك الطول ديال الناس اللي يقدروا يطلعوا في بعض الالعاب. وكاين الالعاب اللي خص تكون رفقتهم شي وحدين كبار وهي غاديه. كاين هاد البحيره دايرينها زوينه. بخصوص الالعاب غادي نهضر لكم شويه على الالعاب على حسب البراسليات. كما قلت لكم كيكونوا محدين لكم الالعاب. نوريكم هذه ديال سفاري، هذه حتى هي ديال الوليدات الصغار. دايرين في الدخله ديال هذه غير هاد الالعاب الصغار. كاينين الالعاب ديال المتعه والاسترخاء، كاين الالعاب اللي فيها ديال شويه الحماس والتحديات بالنسبه للشباب. كما شتي ديال الصغار. هذه سميتها بساط الريح، حتى هي ديال الصغار، يعني ماشي يقدروا يطلعوا فيها. كما قلت لكم براسليات، بالنسبه للبراسلي الاول ديال 75 درهم بالنسبه للصغار، و80 درهم بالنسبه للكبار. هذاك كيلعبوا في واحد الالعاب محدده وغير مره واحده فقط. بالنسبه للبراسلي يمكن الاحمر اللي موراه كيكونوا عندهم شي العاب زايده، والالعاب اللي في البراسلي الاول كيكونوا تعاوديهم شحال ما بغيتي من مره، يعني كتبقاي تعاودي. بالنسبه للبراسلي الاخر حتى هو زايدين شي العاب، وتعاودي الالعاب الاخرين كاملين شحال ما بغيتي تطلعي فيهم من مره. انا بالنسبه ليا داك البراسلي الوسطاني الاحمر هذاك داير يمكن 130 درهم. المهم راه كاين في الصوره في الاول ديال الفيديو اللي بغى يشوف الاثمنه. هذيك 130 درهم، هذاك زوين، كتلعبي بعض الالعاب تقدري تعاوديهم. وبالنسبه للوليدات 12 عام 15 عام هذاك كافي زوين، وفيه كاع الالعاب اللي زينين. كاين هاد اللعبه عاود اللي بغى يجربها. بالنسبه للوليدات الصغار كيبغيو يديروا هاد بحال تحدي، يطلع غير فوق الماء في هاد النفاخه. كيدخل في الاول ويبقى يصوتها كما كتشوفوا، ومن بعد كيطلقوا يدخل لها يلعب تما في الماء. بحال هذا الا كان عنده داك البراسلي الاحمر راه يقدر يعاودها ويعاودها. بالنسبه لهاد اللعبه بعدا كاين هاد اللعبه هادي كيقولوا لشي واحد كبير، بحال كانوا عندك الصغار والكبار اللي داخلين معاهم كتخلص غير 25 درهم، لانك انت ما غاديش تلعب مثلا الا كانوا الكبار. كتدخل ويقول لك تلعب معاهم، لان ما يقدرش يطلعوا معاهم ويديروا لهم دوك لي جيلي ويدخلوا في الماء الوقت اللي بغيت وترجع. كاين هاد القطار عاود يمكن 20 درهم للواحد الصغار و25 درهم للكبار، وكيدور بيك. ها هي الطراجي ديالو في ديك الحديقه كامله. يعني كما شفتوا 20 درهم الادولت، و اونفون 15 درهم يمكن. 15 درهم. كاينه هنا هذه السينما، هذه 3 دي، هذه زوينه، هذه في البراسلي التالي داك يمكن الاصفر، المهم داك ولا الازرق، المهم داك التالي الغالي فيهم ديال 230 درهم يمكن اللي فيه ديك السينما. كاين هذه ديال التساطيح راكو عارفينها. هذه راه اللي عندهم داك البراسلي الوسطاني يلعبوها غير مره واحده فقط. كاين هذه عين الرخ، هذه زوينه. هذه صراحه في الاول كنا خايفين منها، ما عرفناهاش كيفاش كدير، لان ما كيبداوها هذه من الالعاب ما يبداوهاش حتى تعمر كامله. كاين الالعاب اللي غير تمشي ما كيستناش تعمر وكيخدمها. كاين الالعاب اللي لا يخليوك تعمر. هذا شنو كتطلع بلاتي
وكتبقى الفوق مدة 10 دقائق تقريبا وعاد كتنزل. هذه الوليدات الصغار ما كيخليوهمش يطلعوا، خص يطلع معاهم شي واحد كبير بحال ميطو 20 ميطو 30 من فوق. مقل ميطو ونص ما كيطلعوش بوحدهم، يخص شي واحد يطلع معاهم. يعني هذه راه كتشوف بها كازا، الدار البيضاء كامله كتشوف بها من كتكون الفوق. كاينه هذه مغامرات سميتها، هذه يقدروا يطلعوا لها الصغار. كاين هذه ديال الثور، هذه ديال الثور اللي الناس اللي يكون عندهم داك البراسلي ديال 130 درهم يطلعوا فيها شحال ما بغاو. هذه كانوا مازال ما مخدمينهاش، يعني ما عرفناش كيفاش دايره جديده. كاينه هذه ديال توبقال. كيطلعوا، غنوريكم الا كان باين. كتطلعي وكتطلع مع بحال الدروج، هو ماشي دروج غير بحال الاخر، وكتطلع حتى الفوق يتزلقوا هكا. يراه عالي هذاك البلاصه فين كيطلعوا. كاين هذا الثعبان ديال التحديات، صراحه شويه صعيب، يعني خاص يطلعوا شو الوليدات شويه ميطو ونص الفوق، ويقدروا ميطو 30 هكا حتى هما يطلعوا، لكن شويه صعيب عليهم. هذه اللي عندهم البراسلي الثاني يقدروا يطلعوا فيها شحال ما بغاو من مره، واللي عندهم البراسلي الاول ديال 80 درهم يطلعوا غير مره واحده، والبراسليات الاخرين كيطلعوا شحال ما بغاو، يعني تعاوديها ماشي مشكل. صراحه دي ديال التحديات. كاينه هذه خطيره، انا ما قربناهاش صراحه، ما شفتش حتى الاسم ديالها كي دايره، هذه صعيبه بزاف. حتى هذه كتقدر يطلع لها شحال من مره، ولكن صعيبه صعيب، يعني خص غير اللي يكونوا شويه كبار. كتقدر هي راني مخليه لكم السرعه، ما نسرعتش الفيديو السرعه الحقيقيه ديال الفيديو، باش هكا تشوفوا كيفاش كتكون اللعبه، واش سريعه ولا ثقيله، ولا باش نتوما تعرفوا. لان انا قبل ما نمشي لها كنت باغيه نشوف الالعاب كي دايرين، ما لقيت حتى شي فيديو اللي كيوضح لك جميع الالعاب وتشوف فيهم واش يصلحوا للوليدات الصغار ولا غير ديال الكبار. ولا هي صراحه فيه ديال الصغار وديال الكبار. هانتوما شفتوا هذه راه شويه صعيبه على هذاك الثعبان، هذه صعب من هذه، هي الصعيبه فيهم كاع. هانتوما شوفوا كي كتبقى دايره، هذه صعيبه بزاف صراحه. كان الغوات هنا، راه كون خليت لكم الفيديو على ما غتسمعوا حتى شي حاجه غير الغوات. كما شفتوا دايرين بعض الاماكن دايرين فيهم الظل بهذا المظلات، صراحه عاطين واحد المنظر زوين. وغادي نخلي لكم حتى الاكل، راه فيها الاكل، الا بغيتي تجيب الاكل ديالك كتجيبو، ما بغيتي تاخدي من تما راه تاخد الاكل. غادي نوريكم الاثمنه، ها هما الاثمنه هنايا ديال الاكل كما شفتوا. مهم وقفوا الفيديو، اللي بغى يشوف الاثمنه مزيان وقف الفيديو ويشوف الاثمنه على خاطر ديالو. هنا كاين الاثمنه ديال الالعاب، اللي مثلا تدخل تخلص 25 درهم وتدخل غير باش تكون مع وليداتك وهذا، وبغيت تجرب شي لعبه. كاين الاثمنه ديالهم 30 درهم 20 درهم، يعني تلعبي ديك اللعبه بوحدها. كاين ديال 15 درهم، يعني الا دخلت ما كنتش داير البراسلي كامل، بغيت تجرب غير شي وحده، راه تقدر تخلصها غير بوحدها. كاينه هذه سميتها الدوخه، هذه سهله يقدروا يطلعوا لها الوليدات الصغار ديال المدرسه كاين هذه المتاهه، كيدخلوا هذه ما صورتش لداخل، نسيت ما عطيت لهم شي يصوروا لي لداخل كي داير باش تشوفوها. متاهه زوينه قالوا لنا لداخل. كاينه هذه الموجه، هذه اللي في عندهم البراسلي ديال 130 درهم يقدروا يطلعوا فيها غير مره، وديال البراسلي الاول ديال 80 درهم ما عندهمش الحق يطلعوا لها. هذه زوينه قالوا لي زوينه، ماشي صعيبه وماشي سهله، وفيها المتعه يعني تستمتعي بها. حتى هي كتطلع تركب لتحت وتطلع بيك وتهود في واحد، تهودوا في وسط الماء، فيها الماء لداخل. ما كتقاسوش نتوما، ولكن نتوما كتفوتوا في وسط الماء. لا بان لكم هكا راه نتمنى يكون واضح. هادو اللي عندهم البراسلي ديال 230 درهم يمكن. المهم الاخير هذيك يقدروا يطلعوا ويعاودوا لها.
كاينه هذه ديال العاصفه، هاد اللعبه العاصفه هذه اللي لعبنا فيها كاملين في صغرنا. هذه زوينه بزاف، يعني كتستمتعي بين تكوني فيها ومرتاحه. هذه لانه من البراسلي الثاني راه تقدروا تعاودوا لها شحال ما بغيتوا، الثالثه هو تعاودوا لها شحال ما بغيتوا. غير البراسلي الاول اللي لعبوها غير مره واحده كيبقى يديروا لكم واحد العلامات في داك البراسلي، يعني ما تكونش الحق الا كان هو عاقل كيكون عارف العلامه ديالو، الا قال لك راني ديجا طلعت فيها يعني صافي ما تقدرش تعاود تطلع. بصح اللي عنده البراسلي الاحمر ولا داك ديال 230 راه كيطلعوا شحال ما بغاو. كاينه هذه جزيره الوقواق. هذه ديال الصغار يقدروا يطلعوا فيها، اي الصغار حتى الكبار كانوا طالعين فيها، ولكن يعني هي ديال الصغيورين بحال هكا. ديك ديال الموجه وهي كدور نفس هذه ابن بطوطه. هذه الطيارات هذه اللي مولفين كنشوفوها كيطلعوا تقدر بهم ويطلعوا دوك الطيارات الفوق ويهودوا لتحت، يعني دي ساهله اللي يطلعوا لها الصغار والكبار. لا هم كاينين الكبار اللي مع وليداتهم شادين، ما كان عندك شي وليد صغير كتطلعي معاه. وهاد الجهه دايرينها الحيوانات. هنا كاين هذا اللي بغيتو تصوروا بقى، ما عرفتش صراحه واش يتمشى بهم ولا لا. دايرين هنا بعض الحيوانات كتدخلي تخلصي 5 دراهم ويدخلوا لهاد البلاصه ويبقاو يوكلوهم، انت تعطيهم الماكله هكا الاكل. دايرين تما العشب والتبن وهذا وتبقاي تدخلي لهم الماكله. هاد البلاصه ديال هاد الحيوانات الاليفه تقريبا دايرين فيها، هادو هما راكم تشوفوهم، هادو داير 5 دراهم. هاد الجهه هاي دايرين فيها حتى الخنزير. دايرين بعض انواع الطيور، بعض الحيوانات هاد البلاصه من يبغيو يرتاحوا الكبار تخلصي الوليدات الصغار 5 دراهم ويدخلوا ويشوفوا دوك الحيوانات يعني كيشوفوهم قرابين ليهم. اللي ما مولفينش يشوفوا هاد الحيوانات راه ما كيمشيوش للبوادي كيكونوا قرابين ليهم. وانتم كتستريحوا في دايرين الكراسي في جميع في كاع الحديقه، دايرين الكراسي يعني مين تبغي تريح تريح. دايرين هاد الببدغاء، دايرين هادي صافي على برا. دايرين بعض الانواع ديال البط بحال هكا واحد البركات صغار ديال الماء دايرينهم على حسابهم. صراحه الحديقه كبيره، يعني خاصكم يكون عندكم وقيت باش تستغلوا تدوروا. كاين هنايا هاد النمر، كان بعيد شويه، نتمنى يكون التصوير واضح. كانوا بعض الحيوانات اخرين وقالوا لي ما بقاوش. هاد الاسد ولا بوءه هنايا راه ما عرفتش واش واضح لكم لان كان بعيد بزاف. هذا اسد وهذيك اللبوءه اللي من موراه. وهنايا كاين الغزالات، هكا شي غزالات قلال. كاين هذا ما عرفتش شنو سميتو، هذا الحيوان كيضرب بالشوك، داك اللي يضرب بالشوك. كاين هنايا حمار الوحشي والغزالات، وهذا شويه بعاد ما كيبانوش. كاين هنا ديال البومه، البومه ما كتبانش، ولا نسر والله ما عقلت